الحاجات اللي احنا اغلبيه الامهات بتعملها رعايه وليست تربيه. رعايه ان انا ااكله واشربه واديه تمرين واديه مش عارف ايه والمدرسه والدروس والكلام ده كله، ده رعايه. لكن التربيه حاجه مختلفه. التربيه ان انا ببني شخصيه، ان انا ببني طفل يعرف يواجه العالم لوحده، يعرف يختار اصحابه، يعرف يواجه صعوبات الحياه. فدي كلها حاجات محتاجه انه اصلا يبقى امن، يعني هو عايش في بيئه امنه، قادر يعبر فيها عن نفسه، قادر لو عمل حاجه غلط يجي هو اللي يحكي لي ما اسمعهاش من المدرسه، عشان نبدا نتكلم ونتناقش وافهمه الصح وافهمه الغلط. لكن لو هو طول الوقت شايف بتزعق 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 بتزعق، عمره ما هيجي يتكلم معايا. بس ان احنا نفرق ما بين دور الرعايه ودور التربيه. وانا كأم مش مطالب مني ان انا اخلي ابني يعمل 300 الف حاجه في نفس الوقت. اربي طفل سوي بس.